بالتيشيرت رقم 10. قالوا عنه ده الأسطورة، وقالوا عنه كمان ده أحرف لعيب في تاريخ مصر. كلامنا النهاردة عن النجم محمود الخطيب. محمود إبراهيم الخطيب اتولد في 30 أكتوبر سنة 1954 بالسنبلاوين محافظة الدقهلية. والده كان موظف في الأواف، عشان كده أطلق عليه لقب الخطيب. انتقل والده من الدقهلية إلى القاهرة، وفي الوقت ده محمود الخطيب كان بيلعب في الشارع، وبقى نجم دوري المدارس في المنطقة كلها، وبقى كل الفرق تتخانق عليه لأن اللي هيلعب مع الخطيب كسبان كسبان. كبر شوية الخطيب لعند لما بقى في الإعدادية، والصدفة شافه مدير النادي النصر القاهري وقال لازم أضمه للنادي. وقتها والده ما كانش يعرف إن الخطيب لعيب لأنه ما كانش مهتم بالكورة، لكن من كلام الناس قال لازم أروح معاه وأشجعه. وفي أول مباراة لنادي النصر مع النادي الأهلي أحرز الخطيب هدفين، لأن النتيجة وقتها انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. وفي المباراة الثانية أحرز هدفين وانتهت النتيجة بفوز برضو النصر على الأهلي 5-2. بعد المباراة الثانية المسؤولين في النادي الأهلي قالوا لازم نجيب اللعيب ده. وقتها الخطيب كان رايح الإسماعيلي، لكن بمجرد إن سمع إن الأهلي عاوزه قرر إن هو يروح الأهلي. وقتها الأهلي عرض على نادي النصر مبلغ كبير في ناشئ عنده 16 سنة، المبلغ كان 1000 جنيه. نادي النصر ما كانش عاوز يفرط في الخطيب، لكن الخطيب اتمسك بالنادي الأهلي لدرجة إن هو اتدرب لمدة سنة مجانا في النادي. وفي النهاية النصر بعت الاستغناء للنادي الأهلي. وفي موسم 72-73 كان مدير الكورة بالنادي الأهلي كابتن الأسطورة برضه صالح سليم، واللي قرر إنه لازم يصعد الخطيب للفريق الأول. وبدأت مسيرة الخطيب الكروية في النادي الأهلي، وأول مباراة كانت قصاد نادي البلاستيك وأحرز هدف. ومرت الأيام وبقى الخطيب هو المهاجم الأول في النادي الأهلي. وقتها انهالت عليه العروض الاحتراف من كل مكان، أبرزها كان في الدوري الألماني والدوري الفرنسي، لكن الأهلي رفض. وتيجي بقى سنة 82 ويقود الخطيب النادي الأهلي للحصول على البطولة الأفريقية أمام كوتوكو. وفي سنة 83 حصل الخطيب على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أفريقيا عن مجلة فرانس فوتبول. الكابتن محمود الخطيب حقق أرقام قياسية وبطولات كتير. يكفي إن الخطيب اللاعب الوحيد اللي ما انطردش في أي مباراة ولا حصل على إنذار أحمر. فاز بقى مع النادي الأهلي بلقب الدوري 10 مرات ولقب كاس مصر 5 مرات، وسجل 37 هدف في 49 مباراة أفريقية. حصد الخطيب مع الأهلي البطولة الأفريقية للأندية في 82 و87، وكمان كاس الكؤوس الأفريقية في 84 و85 و86. وتوج مع المنتخب المصري ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم اللي كانت مقامة في القاهرة سنة 86 بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح. وحقق الخطيب لقب هداف الدوري سنة 77 و78، وكمان في موسم 80-81. وبيعتبر الخطيب من اللعيبة القلائل اللي دخلت نادي المئة، لأنه أحرز 109 هدف في بطولة الدوري العام. وبعد مسيرة طويلة وحفلة من الإنجازات وحب الجماهير ليه، جه اليوم اللي اعتزل فيه الكابتن محمود الخطيب، وبكت الجماهير بدموع سواء الفرحة أو الحزن في المدرجات، وقالت بقى هتافاتها وشعاراتها الجميلة للكابتن محمود الخطيب، واللي كانت أبرزها لا يا بيبو لا لا مالكش حق. وفي النهاية الكابتن محمود الخطيب أسطورة كروية لن تتكرر، واللي ما شافوش فايته كتير.